الشيبي والنادي الأهلي وقصة الخلاف اللي بينهم، وشكلهم مش عاوزين يجيبوها لبر. الشيبي بيحاول يحبس الشحات والنادي الأهلي بيحاول شطب الشيبي. تعالوا نعرف تفاصيل الحكاية. الشيبي لجأ للقضاء المدني وبيحاول يحاكم حسين الشحات خارج الملعب وبعيد عن لوائح الفيفا، والموضوع ده أظهر لينا أكتر من جانب، هو إن ممكن حسين تكون عقوبته الحبس مش غرامة مالية أو إيقاف. الجانب التاني إن الشيبي ممكن يتم شطبه من الكورة بشكل نهائي بسبب خروجه عن نظام الفيفا وتوجهه لمحكمة خارجية وتفاصيل تانية كتير. وطبعا كلنا عارفين موضوع المشكلة اللي حصلت بين الشيبي وحسين الشحات بعد ماتش الأهلي الأخير مع بيراميدز، وكان في رد فعل غريب من حسين الشحات، لأن طبعا ضرب أي شخص على الوش ده غير الشتيمة كلنا قلنا عليه غلط، بس في نفس الوقت قلنا إن أكيد في حاجة هي اللي وصلته لكل ده. وبالفعل كان خرج حسين ووضح إن الشيبي شتمه بأسرته وده اللي خلاه وصل لكل ده. وكمان حسين اعتذر مرتين، مرة بعد الماتش على طول ومرة تانية عن طريق السوشيال ميديا. ده غير إن الأهلي نزل عليه غرامة $500,000 واتحاد الكورة غرامة 20,000 وإيقاف ماتشين. وبعد كل ده قلنا خلاص الموضوع انتهى والحكاية خلصت هنا، بس لاعب بيراميدز الشيبي ما كانش فارق معاه كل ده وكان عاوز يجيب حقه، فراح يستنجد بالقضاء. وكان في بعض الآراء بتقول إن ده ينفع عادي عشان الواقعة حصلت على أرض مصر، يبقى يتم الحكم عليه وفقا للقانون المصري. وبالفعل طلبت النيابة مراجعة فيديوهات المباراة وسماع شهادة حسين الشحات وتكليف خبير فني لفحص الفيديوهات في النيابة، وده لو أثبت إن حسين هو اللي غلطان وهو اللي اعتدى على الشيبي هيكون في حكم على الشحات وفقا للقانون المصري، وده اللي قاله بعض المحامين المصريين. بس هنا النادي الأهلي اتحرك بشكل مختلف وصعد الموضوع للفيفا بسبب خطأ كبير عمله الشيبي وهو اللجوء للقضاء، وده اللي الفيفا منعاه، وبكده ممكن يتم شطب الشيبي. ده غير ان حسين الشحات كان طالب النادي الأهلي برفع الغرامة عنه أو يقللوها شوية، ووضح ان هو اعتذر للاعب بالفعل وان اللاعب هو اللي مش عايز الصلح يتم. طبعا الموضوع لسه فيه تطورات كتير ومحدش عارف ايه مصير حسين الشحات والشيبي وليه الشيبي وصل القصة لكل ده. طبعا كلنا معترفين ان هو ليه حق يتضايق ويعمل ردة فعل شديدة، بس مش لدرجة اللجوء للقضاء وحبس لاعب زميل ليك. ده غير ان انت مش اول مرة يحصل معاك مشكلة، فاكيد انت في حاجة معينة بتعملها هي اللي بتوصل الاشخاص لكل ده. وفي نفس الوقت كان لازم حسين الشحات يمسك اعصابه ويتعلم من اخطائه. وطبعا الاتنين لعيبة كبار وليهم أسر وليهم عائلات، نتمنى الخير ليهم، ولازم حد يقعد مع الاتنين ويحل المشكلة دي عشان فعلا محدش فيهم هيستفاد أي حاجة. انت شايف ايه ممكن يكون وصل الأزمة بين الاتنين لكل ده، ومين في الاتنين موقفه أقوى؟ تابعوا معانا في الكومنتات.